هاي الحلقة انعرضت مرة واحدة بس وبعدها اختفى البرنامج كله. أطفال دخلوا الاستوديو وهم يضحكون وفرحانين وطلعوا منه جثث. شنو اللي صار قدام الكاميرات لدرجة خلت الحلقة انمسحت من كل الأرشيف؟ يا جماعة الخير، القصة ترجع لبرنامج أطفال نعرض على التلفزيون البريطاني بآخر الثمانينات وبداية التسعينات. الفكرة كانت عادية، مذيع كل حلقة يطلع بشخصية مختلفة يقابل الأطفال ويسألهم أسئلة خفيفة. بس بحلقة معينة كل شيء تغير. المذيع طلع بهيئة مخيفة تشبه شخصية بافومير، هو عبارة عن شكل شيطان، ومن بداية التصوير الأطفال واحد ورا الثاني وإحساس خوف من نظراته. بنهاية الحلقة لما كلهم طلب منهم يقولون كلام وراء على شكل أغنية بلغات غريبة وما مفهومة. وبعد الأطفال دخلوا بحالة رعب، قاموا يحكون شكله قام يتغير قدامهم وملامحه صارت مرعبة بشكل مو طبيعي. الغريب يا جماعة الخير، المشاهدين يشوفون على الشاشة ما شافوا أي شيء، يعني كل شيء طبيعي عندهم، اللي شاف عادي. بس الأطفال كانوا يحكون عكس الموضوع، عكس الشيء صار أصلا. ورا أيام قليلة انتشرت الأخبار الصادمة عن وفاة أطفال المشاركين بالحلقة وبظروف غامضة. الأطفال كلها شاركوا بالحلقة ماتوا بطريقة غريبة. الحلقة اختفت من كل الأرشيف، ماكو تسجيلات كاملة بس لقطات متوفرة وماكو أي ملف تحقيق على الموضوع.